الله أكبر، الله أكبر. عمر الظلم مهضوم، عمر الظلم مهضوم. الجزائر من بعد 12 عام إلى المونديال، الجزائر من بعد 12 عام إلى المونديال أمريكا 2026. عمر الظلم مهضوم، عمر الظلم مهضوم. فعلوها محاربو الصحراء. الجزائر إلى المونديال. ابكي يا جزائر فرحا، ابكي يا جزائر فرحا، ابكي على بلدك وشعبك، ابكي فرحا من بعد كل هالكابوس اللي صار معك. الجزائر إلى مونديال أمريكا. الله أكبر. الجزائر إلى مونديال. الله أكبر. شهداء الجزائر عودوا، هاو أبطالكم قاموا. شكرا. الله أكبر. شهداء الجزائر عودوا، هاو أبطالكم قاموا. شكرا يا جزائر. اقسم بالله فخر يا بلادي، يا الخضرة يا جزائر. بك ارفعوا راسكم فوق للمونديال. عمره الظلم ما بدوم. اللي ذاق طعم الظلم اقسم بالله بكون سعيد جدا لما يخلص من الظلم ويرجع ينتقم منه لسنين. افرحوا. شكرا لكم يا جزائر، شكرا لكم. افرحوا ولكم، افرحوا ولكم. ارفعوا راسكم بالعالي فوق فوق. يا الجزائري انت فخر، انت فخر اقسم بالله. جزائر كاس العالم الحمد لله، والله فخر. شكرا شكرا، تستاهلوا يا ابطال. الف مبروك. رسميا منتخبنا الجزائري الى كاس العالم 2026 ويحصل اخواته للمونديال الاردن والمغرب وتونس ومصر. المره دي بقى مش بقياده رياض محرز بس، لا 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 لا، بقياده محمد الامين عموره لاعب فولسبورج. لاعب اللي حرفيا هو نجم جيل منتخب الجزائر حاليا، اللي من اول التصفيات ناوي على صعود المحاربين الى المونديال. 9 مباريات لعموره في التصفيات ب 12 مساهمه تهديفيه. قوه الجزائر للصعود لكاس العالم كانت حرفيا كلها فيه. ننتظر كلنا بقى قوته اكتر بقى في المونديال. فالف الف مبروك للشعب الجزائري بالصعود للمونديال. سلام. رسميا يا عزيزي منتخب الجزائر بيفوز على الصومال بنتيجة 3-0 عشان يتأهل بشكل رسمي لكأس العالم. ألف ألف مبروك لأهل الجزائر، ألف مبروك للعرب بشكل عام على الملحمة العربية اللي احنا عاملينها دي. 5 منتخبات عربية إلى الآن متأهلين لكأس العالم، منتخب الأردن ورباعي شمال أفريقيا. يا عزيزي شمال أفريقيا الحركة بركة طبعا معروفة يعني. ألف مبروك لأهل الجزائر، هارد لك للصومال طبعا. بس أنا عندي سؤال يا عزيزي، هو أنا لحد إمتى هشوف منتخب الجزائر ومنتخب مصر متشابهين في كل حاجة حتى السيناريوهات يا عزيزي؟ والكلام ده بقالنا فترة يعني. في الجولة اللي فاتت اتعادلنا احنا الاتنين 0-0 واخرنا التأهل للجولة الحالية عشان نفوز احنا الاتنين على دول عربية برضو وبنفس النتيجة 3-0، واللي يسجل الهدفين اللي بينافسوا على هدافين التصفيات. لا والغريب ان الفريقين برضو ما تأهلوش للنسخة اللي فاتت من كأس العالم بعد سيناريو قاتل لدرجة ان الكل تعاطف مع الفريقين. الموضوع غريب وممتع ما بين المنتخبين. على العموم انا عايز اقول ان دي تقريبا اول مرة في التاريخ منتخب مصر والجزائر يتأهلوا مع بعض لكأس العالم. ده التأهل الخامس بالنسبة لمنتخب الجزائر. عمورة الله اكبر عليه، بقالي اكتر من سنتين بتكلم عن جودته. صفر يا حكم، صفر الجزائر لكأس العالم. 58 ولاية. افرحوا في الجزائر، وبلادي الجزائر إلى كأس العالم 2026. ارفعوا راسكم احتفلوا وافرحوا وانبسطوا. والله أبطال، والله شجعان، والله ترفعوا الراس. وأنا متأكد هذا المنتخب الجزائري، تذكروا كلامي، راح يروح بعيد بكأس العالم، راح يروح بعيد. الأداء اللي قدمه مش طبيعي، هذا المنتخب مرعب. افرحوا، مبارك للجمهور الجزائري العظيم، والله مبارك يا حبايبي. انتم مستوعبين هيمنة وقوة المنتخبات العربية الافريقية يا جماعة؟ من اصل 5 منتخبات عربية تأهلت لحد الان لكأس العالم، 4 منها من افريقيا. قبل ما اتكلم عن اي منتخب لازم اوضح اني مرشح لجائزة افضل صانع محتوى رياضي. اذا بتشوفني بستحق صوت لي، الرابط موجود بالبايو. المنتخب المصري وبثنائي من محمد صلاح ينتصر من دون اي رحمة على جيبوتي حرفيا وبيتأهل بشكل رسمي لكأس العالم. ما راح استغرب لو كانت هذه افضل نسخة للمنتخب المصري في كأس العالم، لانهم بيمتلكوا نجوم عالميين. مستوى المنتخب مستقر مع حسام حسن طوال التصفيات، استقبلوا فقط هدفين وما تلقوا ولا
ولا خساره. للاسف بعد تعادل وبسيناريو جدا كارثي امام الراس الاخضر، المنتخب الليبي بيخسر فرصته تماما سواء بالتاهل بشكل مباشر لكاس العالم او حتى من الملحق. للاسف ليبيا كانت تستحق الافضل، وبقياده هداف التصفيات واكثر من ساهم ايضا في التصفيات محمد عموره، المنتخب الجزائري يدمر المنتخب الصومالي بثلاثيه ويتاهل بشكل رسمي لكاس العالم 2026 بهدفين من عموره وهدف من محرز. ومش بس كعربي، اتوقع ما في انسان بيفهم كوره الا وعشق نسخه الجزائر في كاس العالم 2014، وهم يعودوا من جديد مع فريق قوي ومعلومي. الجزائر هو اكثر منتخب سجل اهداف في هذه التصفيات، 22 هدف ب9 مباريات. وللاسف بعد الخساره الاخيره امام مدغشقر، جزر القمر بتنتهي فرصتها سواء بالتاهل بشكل مباشر او حتى من الملحق الى كاس العالم. لسه ما لعبت مباراه السودان وموريتانيا، للاسف موريتانيا خسرت فرصتها، اما السودان باقي لهم مباراتين لازم ينتصروا بالمباراتين مع انتظار تعثر للكونغو او السنغال، وان شاء الله تصير المعجزه. اما بالنسبه للمنتخب المغربي والتونسي فهم اصلا من الاساس ضامنين تاهلهم لكاس العالم بشكل مباشر. ما شاء الله تونس قادمه بقوه، والمغرب ما بيحتاج، من افضل المنتخبات بالعالم.